بتيفور العيد السنة دي أقدر أقولك بعد فيديو النهاردة من أنجح وأظبط المقادير اللي ممكن تجربيها وبدون أي مبالغة، وهنعمله برعاية البيت. يعني هتعمليه وكل اللي هياكله من إيدك هيفتكرك شارياه من بره من جماله، ينافس أشهر محلات الحلواني. تعالي أعرفك كل أسراره وكمان التسوية بتاعته قد إيه ناعم ودايب وخطير. صلوا على الرسول اللي نبتدي مع بعض. اول حاجه عندي 800 جرام من الزبده. لو الجو برد بتشتغلي فيها كده على طول بدرجه حراره المطبخ، لكن اليومين دول الحقيقه الجو حر الى حد ما. وزنتها ودخلتها على التلاجة تشد شويه نص ساعه وطلعتها ضفتها في العجان او المضرب الكهربائي. اديها ضربتين كده في الاول، بعد كده بقى هتعايري 300 جرام من السكر المطحون ناعم جدا ومنخول على الميزان. طب بالكوبايه المعياريه 250 مللي، كوبايه ونص من السكر البودر بيكون معاكي مظبوط قوي، مش محلي زياده عن اللزوم ولا كمان يكون دلع، عشان احنا لسه هنا هنزينه. ضفت بقى السكر ولازم اضربها مع الزبده كويس قوي. اوعي تستعجلي على الخطوه دي لحد ما توصلي للون اللي انت شايفاه ده، يكون فومي ومفتحي معاكي ومبيض. عاوزه ادخل الهواء على قد ما اقدر في البيتي فور عشان احنا هنا مش مستخدمين اي مواد رافعه. هنجهز 3 اصفر بيض وبيضايه كامله. لو انت بتحبي البيتي فور دايب وده اصوله بتحبيه في سنه قرمشه هتضيفي 2 بيضه كامله و2 اصفر بيض. هضيف بيضه كده صفاره صفاره يعني تختفي، انزل بالتانيه. واخر حاجه بضيف البيضايه الكامله، ولكل بيضه بضيف باكت من الفانيليا، يعني 4 باكت من الفانيليا. كله كده يتجانس مع بعض. جايز تبقى كيلو دقيق كحك بسكوت او متعدد الاغراض فاخر، لازم يتنخل على معلقتين كبار مليانين من الحليب البودره. بيفرق، ده اختياري بس بيديكي تست حلو ولون اثناء التسويه. وشعره الملح كده ما بين ايديكي، وقلبي كل المواد الجافه. احنا هنا مش بنضيف اي مواد رافعه، البيتي فور ما بيتضافش عليه ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. هضيف كده الدقيق على دفعات شويه بشويه. الخطوه دي ممكن تستغني عن العجان وتقلبي بمعلقه او بايدك. انا مش عاوزه عجن طبعا، النواعم مش بتتعجن، يا دوبك الدقيق يختفي وكله تجانس مع بعض. خلاص بوقف على طول. هوريكي القوام المظبوط لعجينه البيتي فور بعد شويه، بس بعد لما كله يختلط مع بعض. شايفين يا دوبك الدقيق اختفى. خلاص هبدأ كده أنزل العجينة من سلاح العجان ووريكي القوام المظبوط. ولازم أدي تقليبة كده من فوق لتحت بالمعلقة. أنا مش هتدخل بإيدي ولا أي حاجة، العجينة أصلا مش مستحملة، بس عشان أتأكد ما يكونش في دقيق متكتل في نهاية البول. يلا بقى نجهز كيس الحلواني والصاجات بتاعتنا ونشكله مع بعض. بعد كده بقى تعالي اوريكي الاداه اللي انا هشكل بيها. عندي 2 اللي سنونه اوسع شويه، رقمه 12 هو اللي هشكل بيه. طبعا في ارقام كتير، اللي يناسبك واللي متعوده تشتغلي بيه استخدميه. ركبته بقى في كيس الحلواني وهبدا ان انا اخد اللي يلزمني من العجينه. احلى حاجه في التسويه لو عندك الصواني الالومنيوم بدون تفكير تستخدميها، بتوزع الحراره مظبوط وبتديكي تسويه هايله. بعد كده بقى هنشكل الوردات وما نضغطش قوي وما نكبرش، خليه صغنن كده عشان بيفرش حاجه بسيطه بعد التسويه لان كله زبده طبعا. بتشغلي الفرن من قبلها بربع ساعه درجه حراره 200. بعد كده بتهدي النار درجه حراره هاديه من 160 ل 170. هتضيفيه رف اوسط، هيقعد في حدود 12 دقيقه مع المتابعه بدون ما تفتحي الشوايه. كل شويه دور الصاجات يطلع زي الفل. الجزء التاني من العجينه قسمت الكيلو دقيق على جزئين، هنعمله بالشوكولاته. هضيف معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، انا استخدمت الاسباني وقلبي. الكاكاو بضيفه كده بالتدريج عشان لو زودتي يديكي مراره، فمعلقه حلوه قوي على حسب بقى كميه العجينه اللي انت بتستخدميها. مش بيأثر خالص ولا اي حاجه. عارفه ان في ناس كتير هتقولي بنحب بيتي فور الماكينه، نفس المقادير يا ست الكل، بس بتقللي مقدار الزبده ل 750 جرام. وبعد ما تعمليها ريحيها في التلاجة نص ساعه وشكليها بالماكينه يطلع احلى بيتي فور. هنشكله ونسيب واحده فتحه بس في كل صاج عشان التسويه نعرفها. اهم حاجه تتابعيه، ما تروحيش لا كده ولا كده، مش بيغيب ابدا. بتطلعيه يبرد تماما. لو بتحبي البيتي فور بدون تزيين كده زي حالتنا، بتحفظيه في علبه محكمه الغلق او حله كبيره. دي طريقه الحفظ المظبوطه لو عامله كمان كميه اكبر من كده. لكن ما شاء الله كيلو الدقيق عمل كميه محترمه زي ما انتم شايفين، قمه التوفير. طب انت بقى بتحبي تزيني؟ تعالي اقول لك افكار سهله جدا وبسيطه. هتجيبي بقى اي حاجه، فستق كداب، سبرينجلز، فرماسيل، اجروشي شويه بندق على لوز على سوداني على جوز هند. واهم حاجه الشوكولاته البيضاء والغامقه، بتسيحهم في حمام مائي او في الميكروويف. شايفين البيتي فور بيتحدث عن نفسه، تسويه مظبوطه ولا فرش ولا الرسمه اللي عليه راحت، دايب وناعم وخطير. وكمان محمل شويه، مش فارس زياده عن اللزوم، عشان احنا هنا مش مزودين السكر هنا لو زاد منك يفرش قوي، ناخد بالنا. هضيف كده جزء من الشوكولاته اللي انا مسيحاها واقفل كده وانزل على طول في الشوكولاته وعلى طول في الفستق الكداب او السبرينجلز، اي حاجه انت تحبيها. مش بفضل المربى الحقيقه لان مع الوقت بترطبه وبتطريه، ودي حاجه اختياريه. بتحبي المربى، افضل نوع مربى المشمش طبعا.
بصي الطريقه دي حلوه قوي، بتغطسيها كده وتطلعيها بالشوكه، تنزلي اي زياده من الشوكولاته وتضيفيها على طبق وعليه كيس وتسيبيها تتماسك كده في حدود 5 أو 10 دقايق، يطلع زي الفل. هتضيفي كده من فوق بندقيه او فستقيه. وكده وريتك افكار سهله جدا لتزيين البيتي فور. جربي المقاديري السنه دي، استحاله يعجبك او تقتنعي باي بيتي فور ممكن تشتريه من بره، دايب وده اصوله ناعم كده، يعني تاكليه كده يدوب في بقك. احلى بيتي فور ممكن تجربوه. كل سنه وحضراتكم طيبين، مستنيه رايكم فيه، وانتظروني في حلقات النواعم ان شاء الله اللي جايه احلى واحلى.